بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القنصلية الجديدة في الحقيقة هي معلمة تاريخية، والمشرف عليها فضيلة الأستاذ السيد القنصل العام سي إبراهيم رزقي أتى برزقه، والحمد لله اليوم نعيش هذه الأجواء الربانية الروحانية، ونحن نرى يعني الأثر المغربي والنقش المغربي والطراز المغربي. فالقنصلية نموذج من نماذج القنصليات يعني الموجودة خارج المملكة المغربية. فما لنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة السيد القنصل العام وللطاقم العامل معه، راجين من الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك أيضا في الجميع، وكل من ساهم وقدم يعني شيئا يذكر فيشكر لهذه القنصلية الكبيرة التي قلت بأنها معلمة كبيرة ولله الحمد. هذا العمل أثلج صدورنا ورفع همتنا، نرجو الله عز وجل أن يبارك في هذا المشروع الكبير، والشكر موصول لكل المساهمين في وزارة الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج. ونتضرع في هذا اليوم المبارك أيضا أن يلبس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لباسا جديدا من الصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن نتواجد في المقر الجديد ديال القنصلية العامة للمملكة المغربية. بالنسبة للإخوان اللي كيسكنوا في فلاندرن والمصالح ديالهم كتعلق بالقنصلية العامة للمملكة المغربية في مدينة أنتوربن، فالمقر الجديد كما كتشوفوا ما شاء الله موجود في الحي ديال ويلريك بوم سيستينويخ 75. المقر كما كتشوفوا تبارك الله يعني فضاء واسع. مثلا هذه الساحه اللي احنا موجودين فيها او هذه القاعه اللي احنا موجودين فيها، هذه القاعه اللي غادي تكون يعني قاعه الانتظار بالنسبه للاخوان اللي غادي يجوا للقنصليه لقضاء المآرب ديالهم. اذن بعجاله الموقع ما شاء الله فيه يعني من الصناعه التقليديه المغربيه ما يملأ الاعين بصراحه، يعني الاعمال الخشبيه يدويه، أعمال تقليدية. ما عندنا ما نقولوا. المكان موجود في موقع جيد في حي يعني قريب من السنالويخ لوتوروت بالنسبة للناس اللي كيجيو من مناطق كبيرة. يعني هو موجود على الأطوالف، وكاين مواقع كثيرة بالنسبة للسيارات. يعني كاين هنا واحد الباركينغ قريب من هذا الموقع، والموقع من الداخل كما كتشوفوا ما شاء الله كبير. تخصصت واحد المكان للمكاتب هنا في الطابق السفلي، وكاين مكاتب في الطابق العلوي. المكان رحب ما شاء الله، وان شاء الله يعني اليوم شفنا الحضور ديال سعاده السفير سعاده القنصل والجاليه المغربيه اللي حضرت بكثافه باش تحضر لهذا النهار هذا اللي تم فيه الزياره لاول مره لهذا الموقع ديال المقر الجديد. تناول الكلمه الاخ السفير والاخ القنصل العام، وكانوا بعض تدخلات من الإخوان من الجالية اللي ركزوا على بعض النقاط، خاصة الموضوع الشائب موضوع ديال المواعيد. إذن نشكروا السفارة، نشكروا القنصلية العامة، موظفي القنصلية العامة، نشكروا الإخوان اللي سهروا على النجاح ديال هذا اللقاء هذا. وطبعا الشكر للدولة ديالنا اللي مؤخرا والحمد لله وفرت لهذا المكان اللي في المستوى. نتمنى إن شاء الله يعني الخدمات اللي هي يعني تبقى بنفس الوتيره بنفس الجوده اللي هي عليها الحمد لله. ومن ناحيه اخرى يعني نركزوا خاصه على الفرحه ديالنا بهذا المكان اللي انتظرته بزاف، واكيد بزاف، وحنا كنستناو يعني هذا المكان اللي كتستاهلوا الجاليه ديال فلوندر، اللي هي منطقه كتعرف التواجد ديال جاليه مغربيه مهمه، واللي هي منطقه جد غنيه. وكما قال سعاده القنصل هذه هي الخطوه الاولى، هذه هي النظره الاولى اللي غياخذها الانسان على بلادنا. اذا الى غدا من غدا مثلا جا شي فلاماني اللي بغينا يستثمر في المغرب ودخل لهذا المكان، فاصلا القلب ديالو غادي يتفتح وغياخذ فكره زوينه على البلاد، لان فعلا يعني المقر جميل جدا. كنهضروا على الديزاين، كنهضروا على الديكوراسيون، كنهضروا على الموقع بصفه عامه. اذا اخيرا الجاليه المغربيه ديال لافلوندر نالت ما تستحقه،
وهذا كله في صالح البلد نتاعنا الام. الا كنا الان درنا شي حاجه زوينه فلصالح البلد الام، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نحن فخورون بهذه المعلمة وبهذه البناية الرائعة ديال القنصلية اللي تفتحت اليوم في عمالة أنتويربن أونفيرس. يعني هذه القنصلية ربما تعتبر حسب ما سمعنا وحسب ما رأينا أنها تعتبر من أحسن القنصليات الموجودة بالنسبة للمملكة المغربية الموجودة في العالم. فنحن فخورون بهذه القنصلية لنرى يعني المساحة الشاسعة والمكاتب الممتازة. فظهرت فيه كذلك هذا مغرب مصغر، يعني ظهر فيه الصانع المغربي التقليدي الذي يعني نلمس في هذه البناية يعني إبداع ديال أنامل الصانع المغربي، وكذلك فهي مصنفة ومجهزة بأحدث التقنيات وأحدث التجهيزات. فلا يمكن إلا أن نشكر السيد القنصل العام السيد إبراهيم الرزقي على هذا المجهود وعلى هذه البصمة التي تركها في هذه المنطقة، والتي منذ قدومه إلى هذا البلد أو إلى منذ أن تولى هذا المنصب إلا وهو يشتغل على هذا المشروع، وقد أخرجه إلى الوجود وأبدع فيه وأتقنه. فبارك الله فيه. ونشكر كذلك الوزارة الخارجية التي فكرت في الجالية المغربية في هذه المنطقة فوفرت لنا هذه القنصلية. في الحقيقة كنا نحن المغاربة والجالية المغربية كنا نشتكي من ضيق المساحة ومن ضيق الأماكن في القنصلية القديمة. فها نحن الآن لا يمكن إلا أن نفتخر بما قدمه لنا وبما أخرجه إلى الوجود. فبالطبع يعني حتى الموظفون الآن بالإضافة إلى الجالية المغربية فالموظفون كذلك هم مسرورون لأنهم غادي يشتغلوا بالأريحية ويشتغلوا في راحة وطمأنينة، لأن الوسائل ديال وسائل الرفاهية كلها متوفرة لهم. فلا يمكن إلا أن نشكر كل من كان وراء هذا المعلمة المباركة. يعني أنا أرى فيه مغرب مصغر بمعنى الكلمة، فهذا مغرب مصغر في قلب أنتويربن. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يشفي صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله ومن مرضه، وأن ينصره على من عاداه. وهذا هذا كل شيء الذي لدي أن أقوله. فارتساماتي فإذا بقيت أتكلم فربما لا أستطيع أن أنتهي من الكلام. فأعتقد هذا كله ما علي أن أقول. على المغاربة أن يفتخروا الآن بهذه المعلمة التي أصبحت موجودة، وابتداء من يوم الثلاثاء سيشرع فيه العمل. يعني يستقبلون يعني سيتم استقبال المواطنين في هذه القنصلية. وشكرا. Assalamu alaikum. Ik ben Selwa Moussaoui van Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen en vandaag uitgenodigd door de heer consul van het consulaat van Antwerpen, consulaat-generaal. We zijn heel blij met de prachtige locatie die ze gekozen hebben. Heel centraal gelegen, heel mooi ingericht, heel praktisch ingericht. Met aandacht voor duurzaamheid. Dus twarkallah, ze hebben hier hele goede zaken verricht. En inshallah dat de dienstverlening uitermate goed zal zijn. Zodat de Marokkaanse gemeenschap die hier in België aanwezig is, nog beter bediend zal worden. En de banden met Marokko goed kan onderhouden. تبارك الله الله يعاونكم. شكرا بزاف. بارك الله عليكم. معكم هشام الخطابي. كنتواجدوا اليوم في المقر الجديد ديال القنصليه العامه للمملكه المغربيه في اونفيرس في المنطقه ديال بيلريك. هذا المقر الجديد اللي
يعني داروا له واحد التصميم واعر يعني كيراعي الخصوصيات ديال الثقافه المغربيه. تعتبر من اكبر القنصليات اللي كاينه في التراب الاوروبي، جماليه ومرافق متعدده. كنتمنى ان شاء الله ان هذه القنصليه تساهم في تجويد وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين المغاربه المقيمين بالخارج. وكنهنيو السيد القنصل العام السي ابراهيم رزقي على المجهودات اللي دار باش ووزاره الخارجيه طبعا باش نخلقوا هذا المتنفس الجاليه بحال هذا. شكرا جزيلا. عليكم، مرحبا وسهلا. كيف ما تشوفوا اليوم الافتتاح ديال القنصليه ديال أنفيرس، تبارك الله، قنصليه اللي هي فيها الثقافه ديالنا والتقاليد ديال المغرب، تبارك الله، اللي هي جميله. تقريبا احسن قنصله كاينه في اوروبا كامله على هذا الارتيشيك وهذا الشيء ديال المعمار. وحنا تنشكروا السيد القنصل وتنشكروه على هذه المجهودات اللي قام بهذه القنصليه اللي تبارك الله عليها، اللي هي غتشرف المغرب وغتشرف بلدنا. وتنحيوا الموظفين والناس اللي خدمت على هذه القنصليه، ومرحبا وسهلا بكم وتحيه لكم. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا وقبل كل شيء الحضور نتاع هنايا في القنصلية المغربية الجديدة، هذا الشيء فرحنا مزيان والله. لا احنا جد مسرورين، والمجهودات اللي قام بها سعادة القنصل مجهودات كبيرة، يعني باش وصلت هذه القنصلية لهذا المستوى وكتعبر على المغرب الصغير هنايا في هذا البلد اللي احنا كنعيشوا فيه. والله لا شرف كبير، ونتمنى ان شاء الله في جميع انحاء العالم القنصليات تاعنا والسفارات تاعنا يكونوا في هذا المستوى هذا. وكما لا يفوتني أن أشكر، لأنما من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أطلب الله سبحانه وتعالى يجازي كل واحد اللي عمل يده لإنجاح هذا المشروع اللي تم على خير واللي كان في المستوى. ونطلب الله سبحانه وتعالى كذلك أن يجمع الشمل تاعنا ويوحد الكلمة تاعنا. احنا كنا مواطنين خدامين البلد نتاعنا وخدامين كذلك هذا البلد اللي نعيشوا فيه، ونحن جد مسرورين. مرة ثانية نشكر قناة نتاع أورو مغرب اللي أول مرة أعطيت هذه الكلمة اللي كي يسهر عليها السي حسن المصباحي اللي هو أعز اخ عندي ومعرفه نتاعو سنين، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقه كذلك في هذا المشروع نتاعو. وحنا جد مسرورين بالملك نتاعنا، وكذلك نطلبوا له الشفاء العاجل ان شاء الله. واشكر سعاده السفير والقناصل نتاعنا اللي هما جاوا حضروا معنا وفرحوا معنا، والطاقم كذلك نتاع القناصلة اللي حضروا. نشكر الجميع، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في زيارة وطنية ان شاء الله مقبلة ان شاء الله. وجزاكم الله خير.